استاذ احمد، انت اتحبست ليه؟ عشان المواقع الاباحيه. مالها؟ فتشوا العربيه لقوا كمبيوتر وصوره واقعه من الكمبيوتر، كنت حاطط ايدي عليها بس ما كنتش واخد بالي. يعني انت كنت حاطط ايدك على الكمبيوتر؟ لا، على الصوره اللي وقعت من الكمبيوتر. وانت ايه اللي انت مش عارف ان الكلام ده دلوقتي بقى ما غلط؟ كنتش اعرف ان الرئيس شال، ما كنتش اعرف، ما حدش قال ان ما بقاش في الكلام اللي قالوا الاباحيه. انا ما اعرفش يعني ايه اباحيه انا والله. يعني القنوات اللي هي المخله بالاداب. ما انا ما كنتش اعرف، انا كل يوم بتفرج على الحاجات دي وما كنتش اعرف. بقى لي 10 سنين انا ما اعرفش، ما حدش قال لي ولا بعت لي، ما اعرفش انا. وكل يوم ببقى ماشي في الشارع بقعد ساعتين اتفرج قبل ما اطلع البيت. ولما اتفرجت والله ما لحقت اشوف حاجه لانهم مسكوني بسرعه، وانا بقى ده اللي مضايقني. انا كنت عايز اتفرج شويه لان منعوه. مسكوك بالصور بس؟ هي الصوره انا كنت حاطط ايدي عليها والله، وكانت لسه حتى البنت ما كانتش قلعه. طب وبعدين مضايقني بقى كل شويه يخشوا يجيبوا لي صور، اجي تبص عليا يقوموا سايبيني وجاريين مش عايزين يفرجوني. ما احنا المفروض ان الحاجات دي حضرتك اتلغت وانت عارف الكلام دوت. ويلغوها ليه طيب؟ يعني يلغوها ليه؟ طب انت متوقع الحكم بتاعك يبقى قد ايه؟ هم قالوا لي هتقعد شويه، هتقعد شويه لغايه ما يجي الرئيس يقابلك يجيب لك فيلم كده ولا اي حاجه عشان انا والد كويس. فانا مش عارف بقى، وعايز انا اروح له اقول له انا ما كنتش اعرف ان انا يعني ان الكلام ده منعته. هو اصلا حلو يعني، انا بحب اللي اسمه الرئيس مرسي ده، عارف ان هو طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت بتقول بقى ان انت اتمسكت بالكمبيوتر بالكمبيوتر بس مش لابتوب، كمبيوتر. لا هو البتاع انا مش عارف، ما اعرفش، هو بتاعك كده بزراير بمسكه انا بقى كل يوم قبل ما بطلع. طب ما هو حضرتك انت ما تعرفش ان المواقع دي اتلغت وبقت اللي اتمسك اكنها جريمه؟ امبارح في واحد كده اللي الظابط ده ولا مش عارف كان لابس طاقيه وكده قال لي اتمنع. قلت له طب انا ما كنتش اعرف، ما اعرفش بقى. قال لي خلاص انت هتيجي معانا. ورحت؟ رحت ودخلني الاوضه اللي انا واقف فيها دي وقال لي انت تمسك في الحديد كده وهيجيبوا لي بقى الصور وحاجتي عشان انا هتفرج عليها لوحدي. قال لي انت بس اللي تتفرج بقى. واللي معاك في الحجز؟ ما فيش حد، كله هو فاضي، ما فيش حد، انا بس اللي موجود كده وحتى انا جعان مش عايزين يجيبوا لي اكل. ايوه، ما انت مش راضيين يحطوك مع حد تاني حضرتك عشان انت خطر. لا هم خايفين منك عشان انت بتتفرج على مواقع اباحيه. انا ما اعرفش المواقع الاباحيه ده، انا بتفرج على الكلام ده بقاله 10 سنين بتفرج. انا كل يوم قبل ما بنام لازم اتفرج انا على المواقع دي اللي وعايز اعرف معلش ايه موضوع المياه المعدنيه اللي كانت موجوده في عربيتك دي؟ هم فتشوا العربيه لقوا ميه. قول الحقيقه بس، يعني يا ريت تقول الحقيقه، بلاش كذب. هم قالوا لي انزل عشان انت لو ندمان ده هيبقى في صالحك. لا هم قالوا لي انزل، انا نزلت على طول. نزلت قعدوا يفتشوا العربيه، طلعوا لي حاجات انا والله العظيم ما باخدها. انا ما باخدش غير البتاع اللي هو الكوكايين بس، ده اللي انا باخده. لكن طلعوا لي بقى ميه معدنيه، قالوا لي انت بتشربها وبتشرب الميه المعدنيه. ما بشربش انا ميه معدنيه، انا ما اعرفهاش دي، انا ما اعرفش دي، مش بتاعتي الميه دي. ما بشربش انا. جابوا لي ازازتين انا مش عارف جابوهم منين.